السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ صباح الفل على عيونكم. النهاردة هنعمل مع بعض الاسبونج بتاع التورت بطريقة سهلة خالص ومش محتاج. ومتنسوش اللايك والاشتراك والصلاة على النبي. دلوقتي انا معايا نص كيلو دي اسبونج، شوكولاتة، 5 بيضات، كيس محسن، وفانيليا، ونص معلقة خل. بقول لكم دلوقتي قلت ان العجان فاضي مفيهوش اي حاجة. آه، افتح الكيس معاك اهوت بتاع الاسبونج. انا مرضتش افضيه في كيس، ومرضتش قصدي افضيه في طبق. مرضتش افضيه في طبق وادلق. انا بس بعرفكم ان هو النص كيلو موزون عند الراجل كده، هتجيبه اهوت تدلقه كله. دي النص كيلو. عايزه تعملي سبونج ابيض فانيليا يعني، مفيش مشكله. بدل الشوكولاته دي فانيليا عندك. سبونج فانيليا عايزه تقلبيه شوكولاته، حطي عليه معلقه كاكاو. هنا اهوت السبونج، هحط عليه ال5 بيضات كلهم. بيض ابيض، بيض احمر، مفيش مشكله، بس بيض بلدي لا طبعا. اهو، يا ابيض يا احمر من بتاع الدكان عادي. اكسر 5 بيضات، واروح حاطه الفانيليا. الموضوع مش صعب خالص، قومي تشجعي وقومي فرحي ولادك واعملي في البيت وتعلمي مره في مره. الموضوع مش صعب خالص، لو بس الموضوع عايز طولة بال شويه. انا برضه في الاول كنت زيكم كده مستصعبه الموضوع، بس الدنيا مرة في مرة الواحد يتعلم. هنا حطيت الفانيليا. يبقى وهنا بقولك اهو، ده الكيس اسمه محسن كيك، عامل زي الفوزلين كده اللي بتحط على الشعر، شبهه يعني، مقرب للشبه بتاعه كده. هنا اهوت فتحت المحسن، احط الكيس كله. هو الكيس يدبك على نص كيلو، يعني هو شوفي يعني نازل قيمة معلقة كبيرة. مم. الحاجات دي طبعا غليت قوي يا جماعة. الحاجات دي كانت رخيصة جدا الاول، دلوقتي الحاجة زادت مرة ونص. انا كنت بشتغل في الاونلاين وكنت ببيع للناس، وبطلت السنة اللي فاتت دي كلها. هنا بقولكوا اهي، دي نص كوباية مية. يبقى العجان كان فيه ايه عشان ما نتوهش من بعد كده؟ العجان كان فيه بسم الله ما شاء الله نص كيلو دقيق. هنا دي الخل اهو، قيمة معلقة صغيرة. يبقى العجان فيه بسم الله ما شاء الله قلنا نص كيلو دقيق، 5 بيضات، المحسن الفانيليا، ونص معلقة خل، والمية اهو. ده كله هاخد اروح على العجان واضربه. لو كنت بحط العجان على الرخامة، بس الرنج لايت بقى محطوط مكانه ومفيش فيش اقرب له. هنا بقولك اديه الاول تقليبة كده، اديه تقليبة عشان ما تيجي تحطيه في العجان ويلف، هتلاقي ده كله ايه، طار عليك. خلطت انت كل حاجة بس بايدك كده في الاول. مم. متنسوش اللايك والاشتراك، واكتبوا لي اي حاجة في التعليقات لو مش فاهمينها، وانا ارد عليكم ان شاء الله. هنا ادينا لفة بسيطة بس كده عشان بس ما يشتغل. هنا بقولك اهو ركبه في العجان بس عشان الفيش. هنا ضربته اهو. هتسيبيه في العجان بتاع ربع ساعة. ما عندكيش عجان يبقى بالمضرب. هو للاسف ما ينفعش الا بالمضرب اللي هو البيض، يا بالعجان ده اكتر يعني احسن حاجة. والعجان يعني احسن للي هيشتغل اونلاين ان شاء الله يعني. العجان احسن شوية لانه بيرمي معاك عن المضرب. يعني كان عندي مضرب الاول واشتريت العجان بس للاسف بطلت. ادعولي. انا بحب شغل الحلويات والتورت قوي. الحمد لله. آه، اللي هيستفاد منكم يا جماعة يعني ما ينسانيش بالدعاء بالله عليكم، اتصلوا على النبي. هنا المهم خدت معلقة صغيرة كده. دلوقتي اهوت يا جماعة، خدت معلقة صغيرة زي ما قلت لكم، عملت بيها الجناب كده، وجبت ورق من وهحطه عشان لو الكيكة عليت قوي عن الصينية،
ما تطلعش. الصواني ده انا كنت جايباها من زمان وعينها عندي، يعني عشان زي ما انا قلتلكوا كده كنت بشتغل في التورت والاونلاين والكلام ده، بس من ساعه ما الحاجه غليت وانا بطلت. فالصينيه دي كانت موجوده عندي. عندك الصينيه عادي اعملي في صاج، ما عندك الصاج اعملي في صينيه. في كان صواني الالومنيا بتاعتنا بتاعت زمان اللي كان لها ايد ديت، اي حاجه شبيهه لدي كده، وتشجعي وقومي اعملي وجربي وما تخافيش من حاجه. هنا برضه حطيت واحده في القعده في قعده الصينيه كده، في قعده الحله، عشان لما اجي اقلبها واشيلها ما تلزقش في الصينيه من تحت. ده كله حاجات امان اهو يا جماعه. اروح دلقه ده كله تاني فيه. انا حسيت ان الورقه ممكن تطلع او مهويه، رحت لازقه مزوده من. انا بلزقها بالخليط اللي في الحله التانية دي. انا عماله اظبط اهوت عشان اشوف شايفين ولا لا. اه بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. اروح دلقاه هنا اهوت، دلقتها في الحله. بس قبل اهم حاجه كل مشغلين الفرن على نار واطيه او وسط كده من تحت مش من تحت وفوق، من تحت كده تكون نار وسط. شفت يعني، شفت العين الصغيره بتاعتنا اللي في البوتاجاز يعني، زيها كده وهي في الوسط. وسيبها مع نفسها تعيش خالص مع نفسها لحد ما تلاقي الريحة ملت البيت كده كله. كده ساعتها تعرفي انها تفتحي عليها. اما ساعة ما تفتحي عليها بإذن الله تروحي جايبة سكينة او خلة وحطها فيه. انا برضه هوريكي برضه في الفيديو اهوت وانا بجربها لقيت في السكينة عجين. بقول هشاورلكوا اقولكوا لا ما تعملوش كده. هتشوفوها دلوقتي معايا في الفيديو. الموضوع الاسبونج والله سهل يا جماعة، والاسبونج الجاهز ده سهل على ناس كتير، واحسن من اللي هو انت تعملي في البيت. تجيبي الدقيق العادي بتاعنا وتحطي سكر وبيض ومعرفش، هي التكلفة ومش فرق. دلوقتي كل حاجة من تجيبها كده تجيبها كده هي نفس التكلفة. فالاسبونج اسهل واريح، وان شاء الله هيعلى معاكم ويبقى كويس. هنا هو بحاول ان انا اسويها، انزل كل اللي في المعلقة اهوت اسويها، واروح خبطها خبطتين تلاتة كده في قلب اي خبطتين تلاتة كده. هي هتسوي نفسها في الفرن، بس برضه انا ادخلها لحد ما متسوية. بسم الله ما شاء الله. متنساش اللايك والاشتراك. هنا هو سويتها بالمعلقة، دخلتها الفرن اهوت. هنا دلوقتي بختبرها اشوفها سوت ولا لا معاكم. اهو انا جربت بقى السكينه، قلت برضه اطلعها اوريها لكم تشوف الشكل عامل ازاي، عشان لو حد اول مره يعمل ويدخلها الفرن. هنا جبت السكينه اهوت بوريها لكم. هنا طلع فيها عجين كده. لا كده لا، ما تطلعش من الفرن كده ابدا. اه شوف حتى لو من الظهر كده كده لا لسه شويه. انا كنت كده استوت وطلع. هنا بقول لكم لا ما تطلعها. هنا بغرزها تاني اهو كده استوت اهي. السكينه طالعه نضيفه مفيهاش اي حاجه اهو. كده تطلع من الفرن. ساعة ما نطلعها نروح حاطين الورق عليها كده وسايبينها لحد ما تبرد خالص براحتها بقى. عايز تعملوا الكلام دوت قبل مثلا العيد ميلاد او قبل الاوردر او ايا كان، اقولكوا استنوا تبرد ونقطعها. تعملها قبلها بيومين بثلاث ايام وتحطها في كيس وتحطها في التلاجة. هنا اهوت هنقطعها، وهي بتقعد اخيرا 3 4 ايام في التلاجة من غير تزويق من غير حاجة، زي ما هي في الحلة كده. بس اهم حاجة تحطها في كيس عشان ما تنشفش. بس يا ست تروح حطها كده، وقت ما تيجي تزوقيها زوقيه. انا بحط الكيس ده بس عشان ما فيش حاجه تلزق على الرخام. انا قلبتها اهو بسم الله ما شاء الله. خدوا بالكم ان كيك الشوكولاته ما بيرتفعش زي كيك الفانيليا، هو دي بتحطوه نفس المقادير وكل حاجه، بس ما بيعلاش زي الفانيليا. الفانيليا بتعلى بسرعه واعلى، اما الشوكولاته بتعلى برضو كل حاجه بس مش من نفس علو الفانيليا. هنا بقى بشيل الورق وبشيل الحاجه اللي انا حطيتها. بسم الله ما شاء الله طالعه معايا طريه.
دي كيكة مقاس 22، مقاس 22. انا بشيل الورق اهوت. الورق ده انا عملته ليه كده عشان شوفوا، دي الزفرة بتاعة الباك كلها بتتكون على الوش. زفرة الباك كلها بتتكون على الوش دي، فالورق ده بيشيل. انا هو شوفوا، بلزق واروح شايل، الزق واشيل، لان الزفرة كلها الوش ده ما بيتاكلش. انا ماهوش ناشف معايا فاستخسرت اشيله وارميه صراحة. لكن في اوقات بيطلع ناشف والزفرة كلها مليانة عليه بشيله. اما ده ماهوش ما كانش فيها كتير اهو. بشيل انت تعملي كده تلاقي حاجات كتير بتلزق في قلب الورقة بتاعتك كده اهو. اروح شايلاه ورمياه. عندك بقى منشار او سكينة مشرشرة طويلة تجيبيه وتروحي مقطعة بيها. ما شاء الله ما شاء الله، انت هتشوفي دلوقتي هي التصوير محسسكوا انها صغيرة، بس شوفوا العدد اللي هيطلع منها دلوقتي كام طبقة. بسم الله ما شاء الله. الم كده، هي الفتافيت دي كده كده لازم تنزل اهي. هي مش واطية والله يا جماعة، هنا بقولكوا شوفوا القعر بتاعها. ما هوش ناشف وما شاء الله. ومش هشيل الجناب كمان مش ناشف، اوقات برضو بتنشف. بروح جايب حرف سكينة كده شايلاه. دي المنشار بتاعي، عاملاه على 8. ده اسهل حاجة للمبتدئين تجيب المنشار ده. ده اسهل حاجة لان السكينة مش هتعرفي تستعملها اوي لو انت مبتدئة. ده حلو، انا كنت جايباه تقريبا 25، ممكن دلوقتي يوصله 50. انا عملتها على رقم 8، هو في ارقام 8 9 12. انا عملتها على 8، بس هرجع في كلامي دلوقتي. لقيت 8 تخينة اهو. لقيت رقم 8 تخين. متنسوش اللايك والاشتراك يا جماعة اهو. جيت اقطع كمان طبقة، هرجع في كلامي اهو. قلت لا، اخليها على الصفر خالص، مفيش لها ارقام اهو. عملتها على الواطي خالص، وهروح قطعة اهو. تثبتي المنشار على الرخامة وتجريه وتقطع. ادي اول طبقة. هحط دي دلوقتي اللي انا قطعتها على رقم 8، وهرجع لها تاني دلوقتي لان حسيت انها تخين اهو يا جماعة. ادي تاني طبقة اهيت. هما يطلعوا معايا 6 طبقات. اه والله 6 طبقات، محدش يستغرب، هي كانت الصورة ظلماها. والله طلعت معايا 6 طبقات. ما شاء الله. انا عاملة التورتة ده عشان عيد ميلاد ابني. 4 همت اهو. شوفوا، وريكم تخانتها انها مش رقيقة ولا فيها حاجة. هنا جبت رقم اللي كانت قطعاه في الاول اهوت، هتطلع لي 2. منشار ده حلاوته بقى انه بيطلعك حاجة كلها متساوية في رعاية الله.